السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا بكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. كيف كتشوفوا غنشارك معكم العباية ديال الصلاة مع اقتراب الشهر الفضيل رمضان. الله يدخلوا عنا بالصحة والسلامة وبغفران الذنوب ان شاء الله يا ربي. كيكون اقبال كبير على هذا النوع ديال العبايات ديال الصلاة. غنشاركها معكم بطريقة جد سهلة. انا غادي نستعمل هنا الدونطيل في الابيض كيف كتشوفوا. وبالنسبه للثوب خديت كريب روزا 3 متر ديال الثوب. غادي نتنيه اولا غادي نطويه على جوج على الطول ديال الثوب كامل باش هكا نحدد فيه متر غادي نحيدو وغادي نفصل فيه الشال والاكمام. وكتبقى ليا 2 متر هي فاش غادي نفصل العبايه ديالي. كتكون عريضه البنات، طاي ستاندر، يعني يمكن يلبسها الصغير والكبير. يعني طاي كبيره وطاي صغيره كتلبس لانها كتخدم عريضه. كيف سبق لي قلت لكم، هنا غادي نحدد متر ديال الثوب وغادي نقطعو. هاد العبايه البنات راها ساهله، يمكن لكم تفصلوها. يعني واخا ما تكونوش كتعرفوا تفصلوا، الا تبعتوا هذه الطريقه هذه يمكن لكم تفصلوها لراسكم، ان ما فيهاش شي تعقيدات. هنا كنقطع متر كنفصلو على الثوب، ومن بعد كناخذ الثوب ديالي غادي نطويه وغادي نخدمو تنكيس كيف غادي تشوفوا معايا. غادي نطويه تنكيس. الثوب غادي يتطوى على 4 وكنخدمو على طولو. بالنسبه نتوما الا كان عندكم الطول محدد راه كتخدموا الطول، وإلا كنتو كتخدموا هكا كمشروع كتخدموا على طولو متر ونص كامل. هانتوما كتشوفوا الثوب على 4، ومن بعد ملي كتقيس الزبونه كتحددوا ليها الطول اللي بغات. عاده هاد العبايات ديال الصلاه كيكونوا وافيين في الطول باش هكا كتغطي لينا الرجلين ديالنا وكتغطي يعني ما كتحتاجيش انك تلبسي الجوارب. اول حاجه هنا غادي نحدد الكتاف ديالي. عندي في الكتاف 20. هنا ما بيناش لكم الصوره مزيان، كنعتذر. هنا 20 غادي نحددها، ومن بعد غادي نزيد 15 سنتيم باش غادي نطيح الكتف. يعني كتكون عندي في المجموع كتكون عندي 35 من الراس ديال الرقبه ديال العنق. هنا غادي نهبط ب5 سنتيم. من بعد ما حددت 8 سنتيم ديال الرقبه ديال العنق كنصير ما بين الخط باش طيحت الكتاف التقويره ديال العنق. نتوما كتشوفوا على هذا الشكل. من بعد غادي نهبط ب26 سنتيم من البلاصه فاش طيحت الكتاف على هذه الطريقه. 26 سنتيم بخط مستقيم. هنا غادي ندير العبار ديال ربع الصدر، عندي فيه 27. هنا غادي نزيد، هانتوما كتشوفوا راه كاينه الزياده، يعني غادي يكون غادي تجينا العبايه عريضه ووافيه. هنا غادي ندير هاد التقويره هذه صغيره كيف كتشوفوا، ومن بعد كنهبط حتى الاسفل ديال العبايه ديالي. كنستعن بالمسطره، غادي نسطر بحال هذا الشكل حتى الاسفل ديال العبايه كيف كتشوفوا. هنا في الاسفل تقريبا الجلاير كيجيونا فيه 50 سنتيم. يمكن لكم تخليو 50 اولا تنقصوا 50 كتجي في العباره مزيانه. هنا غادي نطلع بواحد 3 سنتيم، ما نحاولش نطلع بزاف باش هكا العبايه ديالي تجي طايحه وواصله الارض، ان بغيناها العبايه للصلاه يعني خصها تكون طويله. صافي من بعد ما كملت الطراساج ديالي غادي
نقص على هذا الشكل كيف كتشوفوا. وهذه هي البياسه ديال من بعد ما تفصلات. هنا غادي نزول الخلف باش نطراسي معكم التقويره ديال الامام. غادي نهبط في التقويره ديال الامام ب 12 سنتيم على هذه الطريقه، وكنحاول انني نقور غير هكا بيديا. يمكن لكم تستعنوا بالمسطره باش هكا تقوروا التقويره ديال الامام. ما نحاولوش ندخلوا بزاف باش ما يجيناش الكول كبير بزاف. وكذلك غادي نحدد معكم الطول ديال السطوق اللي غادي نخدم ديال الدونتيل. هنا غادي ندير فيه 40 سنتيم، غالبا كيتراوح ما بين 35 حتى ل 40 سنتيم، كيجي مزيان. كنطراسي باش هكا يبان ليا التراساج منين نكون كنخيط كيجيني ساهل انني نمشي بخط مستقيم يجيني هكا نقاد. انا غادي نجمع البياسه وغادي ناخذ المتر تاع الثوب اللي بقى ليا، غادي نقسمو على جوج كيف كتشوفوا. عندي متر غنقسمو على جوج يعني 50 سنتيم غادي نستخرج منه الشال، و50 سنتيم غادي نستعمل فيه الكمام، غادي نفصل فيه الكمام. 3 متر البنات راه كافيه انكم تخرجوا العبايه بالشال ديالها وكتجي رائعه. غادي نشاركها معكم في الاخير. غادي نتني الثوب على 4 وغنعبر التقويره ديال التركيز اللي استعملت 26 سنتيم. غادي نهبط هنا بجوج سنتيم ونص حتى 2 سنتيم، وكنسطر خط مائل. هنا غادي نحدد 22 سنتيم وغادي نجمع ما بين النقط. انا هنا الكم درتو طويل، غادي نستعمل فيه لاستيك باش هكا يجيني مزيان. دائما الا كتستعملوا لاستيك كديروا الكمام تيكونوا وافيين، لان لاستيك كيطلع لكم وكيجي رائع. غادي تشوفوه من بعد ما تخدم البياسه غادي يبان لكم الشكل ديال الكم. وهنا بالنسبه للشال غادي ندور ليه الدونتيل وغادي تشوفوا كيفاش غادي يجي. بالنسبه لهاد الثوب اللي تبقى ليا غادي نصوب منه بيي باش هكا غادي نفيني الكول. حددت 4 ديال السنتيم، 4 سنتيم اولا 3 ديال السنتيم. غادي ندير خط مستقيم باش هكا نحصلوا على شريط اللي غنفيني به الكول. كيجي البنات بهذه الطريقه مفيني وسهل في الخدمه. وهكا كنكون كملت معكم الفصاله ديال العبايه، وتراقبوني ان شاء الله في الفيديو الجاي. غادي نشارك معكم كذلك الطريقه ديال الخياطه. انا هكا قسمت الفيديو باش ما يجيش طويل وما يكونش ممل.